أنا بغيت نقول لكم واحد القضية. هذه القضية الأخيرة جات واحد الأم كتقول هذا السيد ما عمل والو للأولاد ديالنا، كان كيموتوا كيعلمهم ولكن ما كيعملهم. أنا بغيت نقول للمعلمين والمعلمات، الأساتذة والأستاذات والمديرين والمديرات، ما تبقاوش تبوسوا الولاد. نعم، احترموا الأجسام ديال الأطفال ديالكم، لأنهم أطفال الآخرين، لأنه القبلات البريئة ديالكم كتستحباب الأشياء أخرى عند الآخرين. أنا دابا تنقول لكم ماشي أفكار ديالي، هذه أفكار ديال علماء التربية. رجعوا لفرنسا وضبطوا شوفوا واش كتقول. احترموا الأطفال، الظروف، ما تشوش بزاف. أنا عارف بلي كاين بزاف ديال الناس ما ردوش البال، عندهم التوجه الإنساني وفشوا الوليدات ديالهم وديال غيرهم وحلوا معهم. لا، علموا الأولاد ديالكم المسؤولية، كونوا معهم معقولين. الصرامة اللي كتكون بلاصتها هي ضرورية. الأولاد خصهم يعرفوا بلي كاينة خطوط حمراء، خصهم يعرفوا بلي كاينة حدود ما يحكمش يتجاوزوها، ولكن نعطيوهم الحرية ديالهم. بغيتو تعرفوا علاش أنا اليوم رئيس الحكومة؟ نقول لكم كنظن أنا عندي واحد الوالد رحمه الله ما عمرو مشى لشي مؤتمر، راجل كبير، وإني أعطاني الله سبحانه وتعالى معاه واحد المكانة، كان دايرني في مرتبة خاصة وكان يدافع عني، فكنت أقول ما بدالي مع الكبار مع الصغار مع اللي جاب الله، هو اللي جاي قسمي تيقول له حبس ما تقسمش خليه عليك. الحمد لله طلعت. لا بد نكون قلت دي بيتيز اللي كنت صغير، تنتمنى نكون نقصت واحد شويه اليوم، ولكن الحمد لله طلعت ما كنخافش نتكلم. علاش تشجعت جيت تكلمت قدامكم واخا الموضوع كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.